السلام عليكم، انا يوسف محمد. وامبارح كان الايفنت بتاع ابل العالمي اللي بتعمله كل سنه، اللي نزلت فيه عائله الايفون 15 بلس، 15 برو، 15 برو ماكس، والابل ووتش سيريس 9 والابل ووتش الترا النسخه الثانيه منها. بس الفيديو دوت هنتكلم عن الايفون 15 و15 بلس بس، وهنتكلم عن المنتجات الثانيه في فيديوهات ثانيه. يلا بينا. الايفون 15 بيجي بديزاين تحفه ب5 الوان جداد: بينك، اصفر، اخضر، ازرق واسود. والالوان دي مختلفه عن باقي الالوان اللي ابل عملتها قبل كده، عشان هي مصنوعه من الازاز المات، مصنفرينه، يعني مش جلوسي، مش هيبصم ومش هيخربش بسرعه. فدي حاجه حلوه جدا بقت في الايفون 15. واكيد نزل الايفون 15 و15 بلس الدايناميك ايلاند اللي كانت طفره السنه اللي فاتت في الايفون 14 برو وبرو ماكس، نزلت للايفون 15 العادي. بس هي كانت طفره السنه اللي فاتت بسبب البروموشن اللي كان في 14 برو و14 برو ماكس، لكن ال 15 و15 بلس لسه ما فهمش البروموشن، لسه 60 هرتز. فالدايناميك ايلاند هتبقى مش بنفس سلاسة ونعومة وحلاوة لو بالبروموشن، ودي الحاجة الوحيدة اللي وحشة في الشاشة. بقية الحاجات حلوة جدا. الشاشة دي سوبر ريتنا اكس دي ار 1600 نتس، بتوصل ل 2000 نتس في سطوع الشمس، وده سطوع عالي جدا. والايفون بدل ما كنت بتفتح الفايند ماي عشان تدور على الايربودز او الاير تاج او اي حاجه من اجهزه ابل، دلوقتي ممكن تدور على صاحبك بالايفون بتاعك كانه هو الاير تاج، والايفون بيقول لك الاتجاه فاضل قد ايه وتوصل لصاحبك. لو هو عامل لك الشير اللايف لوكيشن، انت ممكن تلاقيه بالطريقه دي عن طريق الفايند ماي، ودي بصراحه فيتشر تحفه جدا. وابل عملت ابجريد للشيب، بدل ال A15 بايونيك في الايفون 14 ال A16 بايونيك في الايفون 15، وده معناه سرعه اعلى، اداء احسن، وجرافيكس عاليه جدا في موبايل المفروض ان هو عادي. وبرضو بقى في الايفون 15 او في عائله الايفون 15 كلها بقى في الشاحن التايب سي. اخيرا بعد مرور سنين كتيره وهي باللايتنينج البطيء، جابوا يو اس بي سي بطيء برضو، ما فيش تحسين، بس الحمد لله جابوا تايب سي، فكده تقدر تشحن اجهزتك كلها بكابل واحد. نروح بقى للكاميرا الجديده. الكاميرا في الايفون 15 المفروض اللي هو عادي بقت 48 ميجا بكسل، بتصور صور حلوه جدا، وطوروا جدا في الصور البورتريت، وخلوا ان انت لو صورت الصورة عادية ممكن بعد ما تصور خلاص وتشوفها في الجاليري ممكن تختار ان انت تعملها بورتريت وتختار الفوكس على انه شخص لو في شخصين. وخلوا الفيديو يبقى 4K 60 فريم في الثانية HDR بدل 30 فريم في الثانية بس. وكمان عملوا ال 2x تليفوتو زوم. على طول الايفون العادي بيبقى الالترا وايد والكاميرا الاساسيه، مفيش بقى ال 2x ولا 3x ولا 5x اللي موجوده في الايفون 15 برو ماكس. هي كانت الالترا وايد والكاميرا الاساسيه، لكن بعد السنسور ال 48 ميجا بكسل حطوا ال 2x. واخيرا ولسه السايلنت سويتش موجود في ال 15 العادي، ما جالهوش الاكشن بutton. وبس كده، ده كان فيديو ملخص للي ابل قالته عن الايفون 15 العادي اللي ما بقاش عادي، اللي جاله الدايناميك ايلاند والكاميرا بقت 48 ميجا بكسل، وبقى فيه تطورات رهيبة جدا بقت في الايفون ال 15 العادي. بس كده، متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.